السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. الجمال ده عاوز يتعاكس بجد. بصوا الوش أحمر والقلب أبيض. حاجة كده حلوة فاخر من الآخر. ده كان كريب وعيش سوري. كنت قاعدة كده ولقيت بنتي بتقولي يا ماما احنا عندنا شغل عملي وهنيجي، بدل ما نقعد في الكلية أو في الشارع أو على الكورنيش أو حاجة، احنا هنيجي في البيت وهنعمله. قلت لها طيب خلاص. قالت لي بصي يا ماما بس ما تعمليش اكل، احنا هنشتري دليفري. قلت لها لا، ازاي؟ طيب عشان اصحابك وكده. قالت لي لا، احنا هنشتري دليفري. وصممت. المهم اصحابي مش عايزين ياكلوا طبخ والكلام ده كله. قلت لها طيب بس تعالي ويحلها ربنا. رحت بسرعة كده. ده بانيه من اللي هو بانيه الشركات. انا بصراحة بعت ابني بسرعة. بصوا الكمية قد ايه، ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عملت منها كيسين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. والله الأم المدبرة رزق. قلت لابني بقى روح بسرعة على السوبر ماركت هات لنا كرانشي. الكيس ده موفر جدا فيه 10 قطع، ب55 جنيه. ولحد ما طعم ال الكريسبي اللي فيه حلو يعني. آه حلو. اللي هي الوطنية بتبقى كويسة. أنا بديكوا فكرة توفير، ممكن عشاء سريع، ممكن آه أصحاب أولادك. الساندوتش الواحد وصل 120 جنيه، وممكن زيادة كمان. احنا عملناه في البيت، عملت ده كله بتمن ساندوتش واحد. الكيس ب55. الكريب أو العيش السوري الكيلو ب45. أنا جبت كيلو. الكيلو كان فيه اللهم بارك 12 رغيف. جبت كريب وجبت كمان في كريب بيبقى أرخص من كده. وبصل وطماطم وفلفل وفصين توم وتوابل شاورما كده على وصوصات. هيبقى ساندويتش تحفة. واديله صدمة كده على النار او حطيه في الصاج بتاع الفرن، هيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا العيش السوري حاجة تحفة جدا. ولا خبزنا ولا عجنا ولا عملنا حاجة، واتعمل. وبعد ما عملته ورصيته حطيته كده على الصاج، اخد وش وكان الله بالسر عليه، مع شوية بطاطس محمرة. والبطاطس دلوقتي الجديدة حلوة، ومش بتحتاج بقى ان انت تحطي لها تسلقيها وتحشيها وتعمليها. لا، بتقشريها عادي وبتغسليها وتحطيها في مية وملح وخل ومعلقة سكر وبتحمريها على طول، بتبقى تحفة جدا. دي الحاجات اللي هو جابها بقى ابني. جاب فلفل وطماطم وحمرت بقى قدامكم البانيه. البانيه طالع حكاية حلو جدا برضو ما شاء الله. هو بس الكاميرا كانت عايزة تبعد شوية. خليته كده لونه يا دوبك اخد القرمشة، لكن ما تحمصي قوي يعني. وكمان آه الحشوة بقى بتاعتك لكن ما تشائين. انا اديتك فكرة واديتك حاجة رخيصة وانت حرة. في بقول أنا مش عارفة قلت ولا لأ، نوع تاني اسمه الوطنية بيبقى طعمه حلو جدا وبيعجبني جدا، ان كان في برجر او في البانيه بيبقى حلو بصراحة. وبيعجبني في السندوتشات السريعة جوع اخر الليل. إيه كسلانة مش عايزة تعملي اكل، هتعمليه مع طبق مكرونة او كده يعني. تمام. دلوقتي هوريكم ان انا عملت طاسة بطاطس. وضحكت على بنتي وهي كانت بقى قالت لي يا ماما ما تعمليش اكل، يا ماما ما تعمليش اكل. بس انا بقى رحت وحطيتها قدام امر الواقع كده. والله اتبسطوا واكلوا وقعدوا ضحكوا مع بيبسي مع حاجة ساقعة مع سناكس مع مقرمشات. والدنيا مشيت وكانت زي الفل، وكأنهم ان هم اشتروا جاهز واحسن كمان، وبزيت نضيف وحاجة عاملاها في بيتك.
وشايفاها. وطبعًا الصوصات اللي أنا حاطاها مايونيز، كاتشب، بُصّي كما تشائين، أنا اديتِك فكرة ما اديتكيش طريقة وأنتِ براحتك خالص. وبُص هو أنا قطّعت بصلة وحمّرتها كده يا دوبك طلّعت ريحتها، ونزلت عليها بفصّين توم، ونزلت عليها بقرن فلفل كده حلو أو قرنين 3، وكمان حطيت لها طماطم و وإيه كمان، حطيت لها طماطم وحطيت لها الصوصات اللي عندي، وحطيت لها خيار كأنه كده عامل زي الهالوبينو، خيار يعني عامل زي مخلل كده، وحطيت لها كمان زيتون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافتكروني بدعوة حلوة ولايك وشير في الخير، وباي باي.